اوكي اوقات لازم نقرر بسرعة، لكن برضه هنعمل التمرين ده في ذهننا. يبقى هكمل على حكاية الوظيفة، شفت مزايا الوظيفة اللي انا فيها وكمان اكتب عيوبها، ايه اللي بيضايقني في الوظيفة دي، وبالارقام 1 2 3 1 2 3. الوظيفة اللي انا عايزة اروح لها ايه مزاياها 1 2 3، ايه عيوبها 1 2 3. لما اجي اقارن انا مترددة، ابص يا ترى في وظيفتي في اعداد اقل، الواحد 2 3 بتاع الكويس اقل من الواحد 2 3 بتاع اللي انا بفكر اروح لها، والوحش الواحد 2 3 اكتر ولا اقل. اقارن واتصور نفسي في الموقف الجديد. لو مش ضروري ارد على طول، ادي لنفسي وقت، لان اوقات الواحد بيبقى في حالة كده ميال لحاجة معينة، لكن لو استنى عليها ممكن يبتدي يشوف لا مش احسن لي. فلو مفيش ديدلاين، تاريخ معين لازم ارد على طول دلوقتي، يبقى هاخد وقتي. لو انا واقفه في محل عايزه اشتري حاجه ومتردده خلاص انا ماشيه مش هرجع تاني، يبقى ساعتها في ذهني طيب ده ولا ده يعني هلبسه كم مره، هقدر اروح بيه فين، لونه لايق عليا ولا لا، قماشته مريحه بالنسبه لي ولا لا. طبعا دي حاجات بسيطه، بس اوقات فعلا كلنا بنتردد في ده. فهي اعمل التمرين على ورقه وقلم واخد وقتي، يا اما في ذهني، والتردد اكيد مش نقطه ضعف، ميزه.